سقط جسر دي جانيرو ورحلت البرازيل على المونديال، وتأهل الكروات لدور قبل النهائي. مفاجأة وصدمة لكل عشاق ومحبيه السامبا. نهاية مشوار نيمار في المونديال 2023 دوحة. اليوم كان الأرجنتين كانت هتحصل البرازيل وتخرج بنفس السيناريو ركلات الجزاء، وفعلا الطواحين أدوا مباراة نارية من خسارة 2-0 لتعادل اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن سوء الحظ في ركلات الجزاء 50% 50%. سيناريو مونديال قطر مليء بالمفاجآت. رحلة السامبا رحلة المتعة، وتأهل الطواحين. مباراة الأرجنتين اللي حسمتها في ركلات الجزاء تعتبر فوز النهارده المنتخب الهولندي أداء وليس نتيجة. لكن الأرجنتين أصدقاء نيمار ينوون على شيء. ممكن الأرجنتين نراها تحصل كأس العالم بعد المباراة الأخيرة اليوم، ولسه بقية المباريات. نشوف مباراة المغرب وكمان البرتغال اللي للأسف الشديد البرتغال بنسبة قوية تأهل لدور قبل النهائي، ويبقى شكل المربع الذهبي مرسوم ما بين الأرجنتين، البرتغال، وكمان الكروات. هنيئا للفوز، ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب. لو الحلقة دي عجبتك انزل تحت اشترك في القناة. معك الشيف نزيه التحليل مع كوتش. سلام.